السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي مشاهدين ومتابعين قناة دايما عامر. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة دايما عامر. النهاردة هنعمل العدس أبو جبة اللي بيحتار فيه كتير من الناس في عمايله، إن يعملوا زي محلات الكشري، اللي هو العدس المجرب كده بيبقى مفلفل وطعمه جميل. في ناس كتير بتسأل ازاي نعمله. النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نعمله. ده قدامنا العدس في بولة زي ما حضراتكم شايفين. هغسله وهرجع لحضراتكم تاني ونشوف هنعمل ايه. بعد ما غسلت العدس زي ما حضراتكم شايفين، حطيته في حلة زي كده، وهبدأ ان انا انزل عليه بفصين توم كده ولا 3 فصوص توم. وبعد كده هنزل بالمية السخنة عليه زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. وهبدأ ان انا اولع عليه النار، وهسيبه لحد ما يستوي 3/4 سوا بالظبط. يستوي 3/4 سوا، هنشوف هنعمل فيه ايه تاني بعد كده. ولعت عليه النار وهسيبه. طبعا ما الخطوة دي ما تحطوش فيها ملح خالص عشان ما يوقفش تسوية العدس معاكم. هنسوي العدس 3/4 سوا ونرجع لحضراتكم تاني نشوف هنعمل ايه. كده العدس بتاعي استوى اهو. الخطوة اللي بعد كده، ده كده استوى 3/4 سوا. الخطوة اللي بعد كده ان انا هديله شوية ملح، وهديله معلقتين زيت من ده. الزيت ده بتاع تحمير البصل. طبعا العدس بيتعمل له كشري، يبقى اكيد عملتي بصل. فيديو البصل هسيبلك الرابط بتاعه في الوصف تحت في اول تعليق. حطيت معلقتين زيت زي كده. هبدأ اولع عليه النار وهسيبه على نار هادية لحد ما يفلفل معايا ويبقى جاهز. على نار هادية كده افضل ان انا اقلب فيه علشان ما يتلسعش مني. بقلب فيه كده علشان هو يتحمر فيه معلقتين الزيت دول، ولو اي تعريقة مية فيه يشربها ويبدأ ان هو يفشر ويفلفل معايا. هفضل اقلب فيه كده يا جماعة طول ما هو على النار بمعلقتين الزيت وشوية الملح لحد ما يفلفل معايا. هو كده يا جماعة استوى معايا. هبدأ ان انا افرده في حاجة واسعة بس لحد ما يبرد. انا كده يا جماعة فردته اهوت في حاجة واسعة معايا في طبق واسع. هسيبه لحد بعد كده ما يبرد خالص، وهبدأ ان انا استخدمه. كده يا جماعة العدس يكون خلص زي ما حضراتكم شايفين، مفلفل، وبيسموه يعني عدس مجرب مفشر اهوت العدس ومفلفل وزي الفل. لو عجبتكم الطريقة في نهاية الفيديو اتمنى ان انا اكون قدمت لكم محتوى كويس. لو عجبتك الطريقة اعمل لايك، ولو مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.